يا صباح الفل ويا صباح العسل ويا صباح كل حاجة حلوة على كل واحد بيتفرج علينا دلوقتي. وموضوعنا النهاردة من المواضيع اللي بتفرق كتير قوي في يومك وفي حياتك كلها. هنتكلم عن إيه؟ عن الروتين الصباحي. ركز معايا في العنوان كويس. بناء الروتين الصباحي بداية يومك تحدد مدى إنتاجيتك وسعادتك. عايزك تفهم إن أول كام ساعة في يومك دول هم اللي بيحطوا الطونة لبقية اليوم. لو بدأت يومك صح ومترتب وهادي، ده هيدي دفعة قوية لإنتاجيتك ولمودك طول اليوم. ولو بدأت اليوم متلخبط ومستعجل ومتوتر، غالباً ده اللي هيستمر معاك لحد بالليل. كتير مننا بيصحى الصبح على صوت المنبه المخيف، يقوم مفزوع يدور على موبايله يشوف إيه اللي فاته، وبعدين بسرعة يجهز وينزل الشغل أو الجامعة وهو متوتر ومفطرش كويس. وده أكبر غلط ممكن تعمله في حق نفسك. في الفيديو ده هنعرف سوا ايه هو الروتين الصباحي المثالي ده بالظبط، وليه مهم قوي اننا نعمل روتين صباحي خاص بينا، وازاي ممكن نبني روتين صباحي فعال يناسب ظروفنا واهدافنا، وايه الحاجات اللي نتجنبها عشان الروتين بتاعنا يكون ناجح. يلا بينا نبدأ رحلتنا في عالم الصباح الهادي واليوم المنتج. الروتين الصباحي ببساطة هو مجموعة من العادات والأنشطة اللي بتعملها بشكل منتظم في أول كام ساعة بعد ما بتصحى من النوم. مش لازم يكون روتين صارم وممل، لا ده ممكن يكون مجموعة من الحاجات اللي بتحب تعملها وبتديك إحساس بالراحة والاستعداد لليوم. الروتين الصباحي الفعال ليه كذا هدف مهم: تهيئة العقل والجسم لليوم. الروتين الصباحي بيساعدهم ينتقلوا تدريجياً لحالة النشاط والتركيز. تحديد النبرة الإيجابية لليوم. لما بتبدأ يومك بحاجات بتحبها ده بيخلي مودك أحسن وبيخليك أكتر تفاؤلاً. توفير وقت للأشياء المهمة. الروتين الصباحي بيديك الوقت المخصص ده. تقليل التوتر والضغط. الروتين الهادي بيقلل من التوتر الصباحي وبيخليك تبدأ يومك براحة. زيادة الإنتاجية والتركيز. لما بتهتم بنفسك في الصباح ده بيخليك أكتر قدرة على التركيز وإنجاز المهام. بناء عادات صحية على المدى الطويل. الروتين الصباحي هو فرصة ممتازة لدمج عادات صحية في يومك. الروتين الصباحي مش لازم يكون حاجة واحدة ثابتة لكل الناس. ليه الروتين الصباحي مهم قوي لحياتك؟ ليه تستثمر أول ساعات في يومك؟ تخيل إن بداية يومك عاملة زي أساس البيت اللي بتبنيه. بيزود إنتاجيتك بشكل كبير. لما بتبدأ يومك وانت مركز ومستعد بتقدر تنجز مهام أكتر في وقت أقل. بيحسن حالتك المزاجية. الروتين الصباحي بيديك وقت لنفسك تعمل فيه حاجات بتحبها أو بتهديك. أدي وقت للأولويات. الروتين الصباحي بيديك الفرصة إنك تخصص وقت الأولويات. بيقلل من الشعور بالعجلة والضغط. الروتين المنظم بيخليك تاخد وقتك في الصبح. بيساعد في بناء عادات صحية. الروتين الصباحي هو أفضل وقت لدمج العادات دي. بيزود طاقتك وتركيزك. لما بتهتم بجسمك وعقلك في الصباح ده بيدي دفعة قوية لطاقتك وقدرتك على التركيز. بيخليك عندك إحساس بالسيطرة. لما بتبدأ يومك وانت عارف ايه اللي هتعمله ده بيديك إحساس بالسيطرة. باختصار الروتين الصباحي مش مجرد شوية حاجات بتعملها الصبح، ده استثمار في نفسك وفي يومك وفي مستقبلك. بناء روتين صباحي ناجح محتاج شوية تخطيط وتجربة. حدد أهدافك من الروتين الصباحي. إيه اللي عايز أحققه من الروتين ده؟ اصحى بدري، ابدأ ب15-30 دقيقة بدري كل كام يوم. ابتدي بهدوء. أتجنب على طول مسك الموبايل والتعرض لكمية كبيرة من المعلومات. اشرب المية. ابدأ يومك بشرب كوب أو كوبين من المية. تناول فطار صحي. الفطار هو أهم وجبة في اليوم. خصص وقت لنفسك. ده ممكن يكون وقت للقراية، التأمل، الكتابة. خطط ليومك. خصص كام دقيقة في الصباح عشان تخطط ليومك. جهز ملابسك وحاجتك. ممكن تجهز ملابسك وحاجتك من بالليل. كن مرن، مش لازم تلتزم بروتين صارم كل يوم بالدقيقة. ابدأ بخطوات صغيرة. ما تحاولش تغير كل عاداتك الصباحية مرة واحدة. استمع لجسدك. روتينك الصباحي لازم يكون بيخدمك انت. روتين الشخص اللي بيركز على الصحة. روتين الشخص اللي بيركز على الإنتاجية. روتين الشخص اللي بيركز على الاسترخاء والهدوء النفسي. أخطاء شائعة ممكن تبوظ روتينك الصباحي وإزاي تتجنبها. تأجيل المنبه كتير. النوم المتقطع ده بيكون جودته قليلة وبيخليك تحس بالكسل والخمول. مسك الموبايل أول ما تصحى
ده بيعرضك لكمية كبيرة من المعلومات والتوترات من أول لحظة. عدم شرب المية، جسمك بيكون جففان بعد النوم. تخطي وجبة الفطار. الفطار مهم جدا للطاقة والتركيز. البدء بمهام صعبة أو مرهقة. لو بدأت يومك بحاجة سهلة أو ممتعة ده هيديك دفعة إيجابية. عدم وجود خطة واضحة. لو صحيت الصبح ومش عارف هتعمل إيه هتضيع وقتك في التفكير. مقارنة روتينك بروتين الآخرين. كل واحد ليه ظروفه واحتياجاته. محاولة عمل روتين صباحي طويل جدا. لو ما عندكش وقت كافي في الصبح ده ممكن يخليك متوتر أكتر. نصايح مهمة عشان تحافظ على روتينك الصباحي وتستمر عليه. ابدأ ببطء وثبات. ابدأ بخطوات صغيرة وبسيطة تقدر تلتزم بيها. خليك متسق في مواعيد نومك وصحيانك. حاول تنام وتصحى في نفس المواعيد. جهز كل حاجة من بالليل. ده بيسهل عليك الالتزام بالروتين المنبه الصبح. بشكل ذكي بدل ما تحط المنبه بعيد عن سريرك. كافئ نفسك لما تلتزم بروتينك الصباحي لفترة معينة. كافئ نفسك. كون صبور مع نفسك، ممكن تفوتك أيام ما تقدرش تعمل فيها روتينك. راجع روتينك باستمرار. احتياجاتك وظروفك ممكن تتغير. لاقي شريك للمسؤولية. ممكن تتفق مع صاحبك أو حد من عيلتك. ركز على الفوائد اللي بتحس بيها لما بتحس إن روتينك بيحسن حياتك. الخلاصة، صباحك هو مفتاح يومك. في نهاية الفيديو ده عايزك تفتكر إن بداية يومك هي اللي بتحدد شكل يومك كله. الخلاصة، صباحك هو مفتاح يومك. في نهاية الفيديو ده عايزك تفتكر إن بداية يومك هي اللي بتحدد شكل يومك كله. الروتين الصباحي مش رفاهية، ده أداة قوية جدا ممكن تستخدمها عشان تحسن إنتاجيتك، مزاجك، صحتك وحياتك كلها. ابدأ فكر إيه الحاجات اللي مهمة ليك وعايز تلاقي ليها وقت في يومك، وحاول تدمجها في روتين صباحي بسيط. نتقابل في الفيديو اللي جاي على خير. صباحكم سعيد ومنتج.